الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم في السنة الجديدة في الدرس الأول بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله ربنا يجعلها سنة خير عليكم بإذن الله. الدرس الأول عندنا السنة دي بيتكلم عن حاصل الضرب الديكارتي. قبل ما نتكلم عن حاصل الضرب الديكارتي لازم نعرف ايه هو الزوج المرتب. الزوج المرتب بيكون فيه عنصرين ألف، وليكن ألف وب. اللي بيظهر الأول ده اسمه المسقط الأول، واللي بيظهر المرة التاني ده اسمه المسقط الثاني. يبقى في الزوج المرتب ده اسمه المسقط الأول وده اسمه المسقط الثاني. ماشي. الزوج المرتب ده ليه ملاحظات مهمة جدا، اللي هو لو كان مثلا ألف لا يساوي ب في الزوج المرتب، يعني لو هنا هنقول 2 وهنا أي حاجة غير 2 بقى 0 1 3 أي حاجة غير 2، لو كان ألف لا يساوي ب فإن الزوج المرتب ألف و ب لا يساوي الزوج المرتب ب وألف. يبقى الزوج المرتب لو اتغير المسقط الأول عن المسقط الثاني، إذا الزوج المرتب ده لا يساوي الزوج المرتب ده. وعشان نتأكد احنا ممكن نصور ده عن طريق الشبكة التربيعية. لو قلنا مثلا عايزين نمثل النقطة 3 و2 والنقطة 2 و3، هل ده هو ده؟ نشوف على الشبكة التربيعية اهو، 1 2 3 وهنا 1 2 3. النقطة الأولانية 3 و2 أهي، أدي 3 نطلع لحد 2 أهو، هنا تظهر هنا. النقطة الثانية 2 و3 أدي 2 تتقاطع مع 3. بصوا هنا أهي، دي ظهرت في نقطة ودي ظهرت في نقطة تانية خالص. يبقى في الزوج المرتب 3 و2 لا تساوي 2 و3. إذا لكل زوج مرتب إذا كان ألف لا يساوي ب، إذا ألف وب ليس هو ب وألف. طب ناخد شوية ملحوظات عن الزوج المرتب مهمة جدا جدا جدا. أول حاجة بيقول لي الزوج المرتب رقم 1، الزوج المرتب عنصر في مجموعة لكن ليس مجموعة. يعني الزوج المرتب ده ممكن نقول عليه عنصر من عناصر المجموعة لكن مش مجموعة بحد ذاته. طيب ايه تاني؟ الزوج المرتب 2. الزوج المرتب ممكن يتكرر فيه رقمين، يعني انا ممكن الزوج المرتب ألف وألف عادي. يعني في عندي زوج مرتب ممكن اقول ايه؟ الزوج المرتب 2 و2. في زوج مرتب برضو ممكن اقول عليه 3 و3. في زوج مرتب 0 و0. هنا ممكن اكرر العدد عادي اهو، اتكرر معايا. انما في المجموعة، يعني انا لو بتكلم عن مجموعة مستحيل هنا يظهر معايا 2 و2، مستحيل. لا يكرر العدد في المجموعة. ادي اول اختلاف بين المجموعة وبين الزوج المرتب. طب في ايه تاني؟ في عندي مجموعة خالية من العناصر اسمها فاي. فاي دي مجموعة خالية ليس بها عناصر لكنها مجموعة. يبقى فاي مجموعة بس خالية ليس بها عناصر. ماشي. الأسئلة بتيجي ازاي على الزوج المرتب؟ وايه هو اصلا القانون بتاع الزوج المرتب؟ احنا بناخد حاجة اسمها تساوي الأزواج المرتبة. هنا بيقول لي ايه بقى؟ لكل الأزواج المرتبة. ماشي. ايه يا عم؟ ايه لكل الأزواج المرتبة؟
لكل الأزواج المرتبة إذا كان ألف وب تساوي س وصاد، ايه اللي بيحصل وقتها؟ المسقط الأولاني بيساوي المسقط الأولاني، والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. بقول له إذا كان ألف وب بيساوي س وصاد فإن ألف تساوي س وب تساوي صاد. زي ما أقول لك إيه مثلا؟ أقول لك إذا كان س وصاد تساوي 2 و4، اوجد قيمة س وصاد. هقول بما أن س وصاد تساوي 2 و4 إذا س بتساوي 2 وصاد بتساوي 4. ماشي. ناخد مثال تاني. بيقول لي هنا في المثال ده بيقول لي ايه؟ إذا كان ألف وب تساوي 2 و5، اوجد قيمة ألف وب بتساوي 2 و5، إذا ألف بتساوي 2 وب بتساوي 5. نبتدي ناخد بقى ايه أمثلة شوية ايه فيها فكرة. بيقول لي إذا كان الزوج المرتب س و2 تساوي 5 وصاد ناقص 3، اوجد قيمة س وصاد. هقول له كده بما أن س و2 تساوي 5 وصاد ناقص 3، إذا س بتساوي 5 و2 بتساوي صاد ناقص 3، يبقى صاد بتساوي 5، اللي هي 2 زائد 3 بتروح بعكس الإشارة، 2 زائد 3 ب5. ماشي. ناخد بقى ايه هي الأسئلة اللي بتجيلي على الزوج المرتب؟ نوعين بس من الأسئلة اللي بيجولي على الزوج المرتب. السؤال الأولاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي في كل مما يأتي، يقول لي كده في كل مما يأتي يوجد قيمة ألف وب. ماشي. السؤال الأولاني بيقول لي إيه؟ مباشر. السؤال الأولاني بيقول لي إذا كان الزوج المرتب ألف وب بيساوي الزوج المرتب سالب 5 و9، اوجد قيمة ألف وب. سهلة جدا. هقول له بما أن الزوج المرتب ألف وب تساوي الزوج المرتب سالب 5 و9، يبقى إذا ألف بتساوي سالب 5، المسقط الأول بيساوي المسقط الأول، والمسقط الثاني ب بيساوي المسقط الثاني. المسقط الأول يساوي المسقط الأول، والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. ماشي. السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لي إذا كان الزوج المرتب ألف وب بيساوي الزوج المرتب الجذر التربيعي ل25 والجذر التكعيبي ل27. حاضر. أقول له بما أن
ألف وب بيساوي الجذر التربيعي ل25 والجذر التكعيبي ل27. أقول له إذن ألف بتساوي الجذر التربيعي ل25 وب بتساوي الجذر التكعيبي ل27. الجذر التربيعي ل25 يساوي إيه؟ موجب أو سالب 5. وب الجذر التكعيبي ل27 هي إيه؟ 3. السؤال التالت بيقول لي إذا كان الزوج المرتب ألف ناقص 7 و26 يساوي الزوج المرتب ناقص 2 وب تربيع ناقص 1. هقول له بما أن خلاص حفظنا المفروض مسقط الأولاني بيساوي المسقط الأولاني، بما أن ألف ناقص 7 و26 يساوي ناقص 2 وب تربيع ناقص 1. يبقى إذا آخد المسقط الأولاني ألف ناقص 7 بتساوي المسقط الأولاني ناقص 2 أو أعمل كده أهو. المسقط التاني 26 يساوي ب تربيع ناقص 1. بعد كده أقوم مكمل، يبقى ألف بتساوي 7 بتروح بعكس الإشارة، 7 ناقص 2 يبقى الألف بتساوي 5. وهنا ب تربيع بتساوي 1 تروح بعكس الإشارة، 26 زائد 1 يبقى 27. يبقى ب بتساوي الجذر التربيعي ل 27. تمام. ناخد سؤال تاني بيقول لي برضو إذا كان الزوج المرتب ألف و7 يساوي الزوج المرتب ب تربيع وب. تقول لي ايه ده هنا في مجهول. هقول لك وماله، حل وانت تلاقي. هنقول بما ان ألف و7 بتساوي ب تربيع وب، يبقى إذا همشي واحدة واحدة هلاقي ده اتحلت. ألف بتساوي ب تربيع مجهولة هسيبها دلوقتي، و7 بتساوي ب، ادي ال7 جت ب، يبقى ألف بتساوي ايه؟ 7 تربيع. 7 تربيع بكام؟ 49. شاطرين. نركز، الموضوع سهل مفيش حاجة صعبة، الدنيا كلها واحدة واحدة كده هتلاقي الدنيا كلها اتجابت والله، والموضوع سهل فعلا، سهل سهل سهل، بس احنا نركز بإذن الله. ناخد سؤال تاني. الزوج المرتب يقول لي اهو إذا كان الزوج المرتب 3 وب يساوي الزوج المرتب 5 ألف ناقص 1 و4 ألف. تقول لي ايه ده هنحلها ازاي؟ اقول لك برضو زي المرة اللي فاتت، بالراحة هتلاقي الدنيا كلها اتجابت. هقول له بما ان تاني حفظنا، انا بقول ليه كتير عشان نحفظ. 3 وب تساوي 5 ألف ناقص 1 و4 ألف. يبقى إذا آخد أهو تاني، بحب أفكركم. أدي المسقط الأول مع المسقط الأول، يبقى 3 بتساوي 5 ألف ناقص 1، والمسقط التاني ب بتساوي 4 ألف. هنا يبقى 5 ألف بتساوي 1 يروح بعكس الإشارة يبقى بيساوي 4، يبقى الألف بتساوي 4 على 5. وب 4 ألف يبقى ب بتساوي 4 في 4 على 5، يبقى بتساوي 16 على 5. ماشي.
ايه بقى ممكن يجي تاني؟ ممكن يقول لي اختار الإجابة الصحيحة. ويديني أسئلة اختيار الإجابة الصحيحة. أول سؤال بيقول لي إيه؟ إذا كان س ناقص واحد، الزوج المرتب س ناقص واحد و11 يساوي الزوج المرتب 8 وص زائد 3. ماشي. فإن الجذر التربيعي لس زائد 2 ص يساوي نقط. ومديني اختيارات: أ 5، ب موجب أو ناقص 5، ج ب17 جذر 17، ود ب25. أقول له والله بسيطة، بما أن س ناقص واحد و11 يساوي 8 وص زائد 3، إذا هاخد المسقط الأولاني مع المسقط الأولاني، س ناقص واحد بتساوي 8، وهقول له و. كده هاخد المسقط التاني مع المسقط التاني، 11 بتساوي ص زائد 3. ماشي. يبقى س بتساوي 8 زائد 1 يعني 9، وص بتساوي 11 ناقص 3 يعني 8. هقول له بقى إذا الجذر التربيعي لس زائد 2 ص بتساوي الجذر التربيعي س ب9 زائد ص ب8، 2 في 8، 2 في 8 ب16 و9 25، يعني الجذر التربيعي ل25. الجذر التربيعي ل25 بيساوي ايه؟ برافو، موجب او سالب 5. يبقى اذا الاجابه موجب او سالب 5. برافو. ماشي. ناخد سؤال تاني. بيقول لي اذا كان الزوج المرتب س زائد 2 وص بيساوي الزوج المرتب 2 و3. ماشي. عايز ايه؟ بيقول لي فإن س أس 5 ص زائد 1 بيساوي نقط. ماشي. ايه هي الاختيارات؟ مديني بيقول لي أ ب3، ب2، ج 0، د 1. ماشي. هبتدي احل. نقول ايه؟ بما ان س زائد 2 وص بتساوي 2 و3، اذا س زائد 2 اخد اهو بيساوي 2 وص بتساوي 3. س بتساوي 2 ناقص 2 يعني س بتساوي 0 وص بتساوي 3. ماشي. عايز س أس 5 ص زائد 1. س أس 5 ص زائد 1 بقول له بتساوي س أس 5 يعني 0 أس 5 في 3 زائد 1. 0 في أي حاجة أس 5، 0 أس أي حاجة بصفر، في 3 بصفر زائد 1 يبقى بيساوي إيه؟ 1. إذا الإجابة الصحيحة هي 1. دي بعض الأمثلة والتمارين على الزوج المرتب. كده احنا خلصنا كل الأسئلة اللي ممكن تيجي على الزوج المرتب.